السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيه. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف ما العاده كما قلت لكم غنبقى نشارك معكم الوجبات ديال الصيام المتقطع اللي كندير انا. والحمد لله لقيت عليهم النتيجه، ولقيت واحد النتيجه اللي هي مرضيه الحمد لله. مهم البنات، اليوم ان شاء الله هذه الوجبه الاولى. عندي هنا الشوفان، ان شاء الله غندير معكم واحد الوجبه بالشوفان كتجي زوينه بزاف. المهم نتوما تشوفوا كلشي في الفيديو ان شاء الله. عندي هنايا واحد 6 ديال التمرات، وعندي هذا الفريز، وعندي جوج بنانات، وعندي هاد البيرلي هذا اللي هو مسوس وفيه 7 غرام ديال البروتين. يعني هو زوين، تنصحكم بهذا الدانون هذا اللي هو زوين بزاف، وخا تاكلي منه حتى جوج ماشي مشكل. المهم عندي هنا الميزان، غادي ناخد 50 غرام ديال الشوفان ضروري هكايا، ولا ما كانش عندك ميزان خدي 5 المعالق كبار هكايا ديال الشوفان، راه هي تعادل 50 غرام ديال العبار يعني. المهم انا غندير هنا جوج، انا نيت انا وبنتي، وهذه الوجبه الاولى. يعني من هذه 11 دابا، وبنتي غادي تجي ان شاء الله من المدرسه، وجدت معاها انا حتى هي باش تولف تاكل هكايا وجبات صحيه. وبالنسبه هذا هو حقي ديال هذا النهار، 50 غرام من النشويات اللي هو الشوفان. تفضلت ناخذ اليوم الشوفان. صافي عندي هنايا كما قلت لكم الشوفان، ودرت الماء سخون. غندير ليها الماء سخون، غنغطيوه هكا واحد شويه بالماء السخون، وهاد الشوفان غادي يشرب داك الماء السخون دغيا، وغادي يخليه هكا رطيب وزوين. يعني ما نحتاجوش نطيبو، انا ما كيعجبنيش نطيبو، انا هكا كنفضلو ونخليه يرتاح واحد شي شويه على ما يشرب داك الماء. صافي، وغنضيف ليه خلاص التمر، ونضيف ليه الفريز والبنان والتمر. كل زلافه درت فيها 3، يعني كل واحد من حقه 3 يديرهم في الزلافه ديال 3 ديال التمرات، وبنانه في كل زلافه، و3 ديال الفريز في كل زلافه. وبيرلي خلاص قسمتهم عليهم، ونخلط هادشي مزيان. صراحه اش غنقول لكم، بلا ما نشكرها لكم هاد الوجبه، هداك التمر وداك البنان وديك التعليكه ديال دانون والفريز وهذا. وبالنسبه المهم ديك الحلاوه كتجي زوينه. وبالنسبه للكركاع، كل زلافه درت فيها 3 ديال الكركاعات، يعني حنايا كالناس اللي كنبغيو نقصوا، عندنا 3 ديال الكركاعات في النهار، و10 د الحبات ديال اللوز. المهم نتوما كتفضلوا اللي بغيتو. وكندير هنايا الكركاع فوق منه، وغندير حتى اللوز. اللي بغيتوها في الفواكه الجافه كديروا، راني كديروا القياس ديالكم. كما قلت لكم 3 ديال الكركاع و10 د الحبات ديال اللوز، ولكن ما تكملوهاش، انا درت هنا غير شويه 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 من الحاجه وصافي. يعني كما قلت لكم هاد الوجبه اصلا هي بوحدها متكامله، تتجي زوينه بزاف البنات، جربوها والله تا غتعجبكم. يعني كتجي معلكه وبنينه وفيها ديك الحلاوه الطبيعيه، ما تندموش عليها، وتحسوا براسكم كليتوا واحد الوجبه متكامله ومشبعه. واهم حاجه انها كتشبعك، كتخليكش يعني، المهم كتاكليها واحد المذاق فيها يا سلام. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. المهم هذه هي الوجبه الاولى اللي درت باش نديرها تبرد ليا، لانكم ما كنتش درت ليها الماء سخون. ايوا صافي، هنا عندي واحد شويه ديال الكبسه اللي جا شرملتها مزيان بالعطريه وداكشي. ايوا درتها هكا بمعلقه ديال صغيره ديال الزبده الحيوانيه، يا سونطرال ولا جوده ولا البلديه، المهم اللي عندكم، ولا ديروا زويته بلديه. وهنايا صافي طابس، نطرطق عليها البيض. المهم كل واحد كيدير القياس ديالو ديال البروتين، هو ضروري في كل وجبه ديالك يكون عندك البروتين. هنا البنات هنايا ماشي كنعلمكم زعما الطياب، انا فقط غير كنعطيكم افكار اللي غادي تاكلوا في النظام ديالكم، باش تنقصوا به تاكلوا حتى تشبعوا البنات وكتنقصوا. ولا تمشيتوا شي شويه هكا واحد ساعه ولا نص ساعه، والله الا كتلقاو واحد النتيجه مرضيه. هنايا درت شويه ديال الملحه من الفوق وشويه ديال القزبر والمعدنوس، ودرت الكمون، وغنغطي هادشي تيطيب ليا مزيان. ودرتو في المقيله اللي ما كيتلصقش باش تجيني بحال الطورطيه بحال. المهم كنبقى كنقادو شويه الحاله. المهم هانتوما البنات كتجي. المهم عندكم الفرماج داك
ديال سندويتشات موتزاريلا اللي حبيتو زيدوه. المهم كتجي زوينه وبنينه كتاكلوها هكا بالمعلقه. المهم كما تتشوفوا هي طابت مع درتها في المقيله اللي مكتلصقش، تتجي زوينه بزاف. ونتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. مهم هذه كما قلت لكم الوجبه الاولى ان شاء الله يا ربي. مع لما تخرج نيت بنتي وهذا غادي تكون لقاتها واجده باذن الله. هنا هذه هي الطبيله ديالي. كما تتشوفوا دايره الصوبه، الخضر كامله، كاينه القرعه. مهم اللي عندك في الخضره ديريها. وهنايا ديك الوجبه اللي درت معكم تتجي حتى هي بنينه، كلشي تناكلو غير بالمعلقه. مهم وهنايا ديك هذه ديال الشوفان تتجي بنينه يا البنات، والله العظيم الا كتجي بنينه ومشبعه. وبريدتي مسوس طبعا، يعني كيجي هاد الوجبه زوينه. كما قلت لكم انا ما كنعلمكمش طيبه، راكم تبارك الله حادقات وقدات براسكم. انا غير كنعطيكم غير افكار اللي كندير انايا وكنقص بهم. ايوا هذا هو اللي كاين. المهم ان شاء الله غنبدا بالصوبه هي الاولى، وغادي ندير البريليت اتاي هكا كويس مسوس مع ديك الطورطيه ديال الكفته والبيض. غناكلهم غير ناكل غير بالمعلقه وندوزها بكويس داتي مسوس تجي يا سلام. ايوا صافي هكا انا وبنيتي. واخا البنت انا غندير لها شويه السكر في الكاس ديالها، ولكن انا خلاص غناخدو مسوس. راكم عارفين الدراري الصغار ما غاديش يبغيو ياكلوا لنا شي حاجه مسوسه. هذا هو اللي كاين. مهم هذا هو الفيديو ديالي ديال هذا النهار. نتمنى ان شاء الله تستافدوا منه وتاخذوا منه افكار باذن الله باش توصلوا للوزن المثالي ديالكم. مهم البنات نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد باذن الله، وما تنسونوش من تعاليقكم زوينه